أنا ميرا سامي ودي حلقة جديدة من سلسلة حلقات نسوان قادرة، وهحكي لكم النهاردة عن أسماء بنت عمرها 16 سنة واللي ارتكبت جريمة من أبشع الجرائم اللي ممكن تسمع عنها. في سنة 2010 في محافظة الدقهلية تحديداً في المنصورة، أسماء بنت عمرها 16 سنة عايشة مع والدها ووالدتها وأختها الصغيرة لميس. وفي يوم وهي طالعة من مدرستها بتقابل شاب اسمه علي، من الشباب اللي بتقف قدام مدارس البنات. وطبعاً كبنت في السن ده قليلة الخبرة والرباية بتنجذب لهذا الكائن اللذج واللي عمره 28 سنة، يعني مقرب من ضعف عمرها، وكان شغال في عمل حر وأخلاقه من أسوأ ما يكون. وبتنشأ بينهم علاقة عاطفية عن طريق التليفون والمقابلات قدام المدرسة. ولما بيتأكد من إنه مش هيقدر يوصل مع أسماء لأكتر من كده بيقرر إنه يتقدم لها. ساعتها أسماء طارت من الفرحة وراحت بلغت أهلها بكل حاجة. وأهلها عبارة عن أسرة تقليدية، أب وأم مكفيين على شغلهم وخبرتهم في الدنيا مش كبيرة. في زمن البنات في السن ده عايز أسرة واعية بصورة خارقة علشان تقدر تحتويهم. المهم إنهم بيوافقوا إنهم يقابلوا علي بالرغم من فرق السن اللي بينهم، ولكن اللي بيحسوا بيه في المقابلة إنه علي لا من مستواهم ولا شكلهم، ومع ذلك بتصر على إنها تتخطب له. وقتها والدها بيطلب منها فرصة إنهم يسألوا عليه وعن أهله، وزي المتوقع بيسمع عنه بلاوي سودة وبيعرف إنه مدمن وبتاع مشاكل ومحدش بيقول في حقه كلمة عدلة. وبيرجع على البيت وبيبلغ البنت إن الجوازة دي تشيلها من دماغها خالص، وإنه لو عرف إنها كلمته هيكون عقابها معاه شديد. وتصرف الأب هنا كان صحيح، ولكنه كان يفتقد للحكمة المطلوبة في المواقف اللي زي دي. وبتروح تاني يوم أسماء على مدرستها وبتقابل بعدها علي وبتقوله على كل اللي حصل. وقتها علي بيتجنن حرفياً وبيقول لها إن كل الكلام ده ولا يفرق معاه، وإنه هيحاول معاهم بالذوق، ولو الذوق ما جابش نتيجة هو ليه طريقة تانية. وبالفعل بيحاول يوسط ناس علشان يقنع والد أسماء، ولكن والد أسماء فضل متمسك برأيه، وعلي كمان كان متمسك بأسماء وقرر إنه لازم يتجوزها مهما حصل. واتفق معاها إنها تهرب معاه بعد المدرسة ويتجوزوا عرفي. والمصيبة إن أسماء وافقت على كلامه وكأنه عامل لها غسيل مخ. وأما أسماء ما روحتش البيت أهلها بيقلقوا عليها جدا ويقعدوا يدوروا عليها لمدة يومين. وطبعا أول حاجة عملوها إنهم كلموا علي، وعلي في البداية أنكر أي صلة ليه بالموضوع، ولكن الأب حاول إن هو يسايسه ويتوسل ليه إنه يرجع بنته على البيت ويوعده إنه لو رجعها هيجوزها له. وهنا بيوافق علي على طلب الأب، وطبعا علي كان نفذ اللي هو عايزه واتجوز أسماء عرفي، وقال يلم الموضوع ويرجع أسماء ويعلنوا الجواز زي ما الأب وعده. ولكن اللي بيحصل من والد أسماء كان عكس توقعات علي. وأول ما بترجع أسماء على بيتها بتتغير تعبير وش الأب والأم، وبتحصل خناقة كبيرة بينهم وبين علي، وبيقولوا له إن لو قربت تاني من بنتنا هنجيب لك الشرطة. ولكن هنا علي بيفاجئهم إن اتجوز أسماء عرفي. وقتها الأب بيغضب أكتر وبيطرد علي وبيقول له إن الورقة اللي معاك دي بطلة لأن البنت لسه قاصر وأنا ممكن أسجنك. وبعد ما علي بيمشي بياخد أبو أسماء منها الموبايل وبيمنعها من النزول لوحدها تماماً، وبقى بيوصلها من المدرسة وهي رايحة وبيجيبها وهو راجع من شغله. وبعد أسبوع بتتقري فتحة أسماء على ابن عمها واللي كان عارف الموضوع بالكامل، وقرر إنه يتجوزها علشان يستر عليها. ولكن أسماء كانت لسه متيمة بعلي ومش قادرة تنساه، وبتقرر وهي في المدرسة إنها تكلم علي من موبايل صاحبتها وتبلغه إن فتحتها اتقرت امبارح على ابن عمها. وهنا علي بيعتبر الموضوع طار شخصي وبيقرر إن ينتقم منهم شر انتقام، لدرجة إنه بيحاول يبتز والد أسماء بصور مخلة لبنته. ولكن مع ذلك الأب بيرفض إنه يرضخ لتهديداته الحقيرة وبيسمع علي أسوأ كلام ممكن الإنسان يسمعه، وبيصمم على زواج أسماء من ابن عمها. وفي الأثناء دي كانت أسماء بتتواصل مع علي من خلال تليفونات زميلتها في المدرسة. وطبعا علي كان بيصور لها إنه أسرتها دي عبارة عن شياطين وإن هم اللي واقفين في طريق سعادتهم وإنهم لازم يتصرفوا في ده. وفكروا في الهروب مرة تانية، ولكن بيفتكر علي تهديدات الأب ليه لما قال له إن بنته قاصر وإنه لو فكر يهرب بيها تاني هيقدر إنه يرجعها، وكمان يقدر يحبسه بتهمة اختطاف قاصر. وهنا بتيجي في دماغ علي فكرة شيطانية للانتقام،
وهي إنه يتخلص من الأسرة دي بالكامل، وكمان من غير ما يمد إيده في حاجة ولا يبقى فيه أي شبهة من ناحيته. وبيقترح على أسماء إن هم لازم يتخلصوا من أهلها، وإنه هيبعت لها علبة صغيرة مع واحدة صاحبتها على أساس إنها هدية، ولكن جوه العلبة هتلاقي كيس فيه سم. وبالفعل بتستلم أسماء العلبة من صاحبتها وبتطلع منها كيس السم. وفي يوم بعد العشاء بتعمل أسماء الشاي لوالدتها ووالدها والعصير لأختها الصغيرة، وبتحط فيهم السم اللي بعته لها علي. ولكن في اللحظة الأخيرة وزي مشاهد السينما بتتراجع أسماء وبتقلب صينية المشروبات، وبيقوم أمها وأبوها ينظفوا مكان المشروبات اللي اتدلقت وبيطمنوا على إيد أسماء. وهنا بتفشل خطة علي في الانتقام، ولكن بالرغم من لحظة الضعف اللي وقعت فيها أسماء إلا إنها كانت مصرة على الانتقام منهم. والتفكير اللي زرعه في دماغها علي ما قدرش ينهيه خوفها ومحبة أهلها ليها. وبتكلم أسماء علي وبتحكي له عن اللي حصل، وهنا علي بيقرر إنه يتصرف بنفسه وبيقول لها بلغيني بمواعيد شغل والدك ووالدتك وأنا هتصرف. وبيعرف علي من أسماء مواعيد الشغل بتاعت والدها وخط سيره وكذلك والدتها، واللي كان والدها بعد ما بيخلص شغله بيعدي على أسماء وياخدها من المدرسة يوديها على البيت. ووالدة أسماء بتوصل البيت بعدهم بنص ساعة بالكتير، وبتكون أختها الصغيرة كمان رجعت من المدرسة. وعلي بيتفق مع أسماء على يوم تنفيذ الجريمة، وفي اليوم ده بيستنى علي جنب بيت أسماء لحد ما لقاها مروحة هي ووالدها، وبيطلع وراهم على السلم. وأول ما والد أسماء بيفتح باب الشقة بيتفاجئ بعلي بيديله طعنات في ظهره. وفي الوقت ده أسماء كانت بدل ما تدافع عن أبوها كانت بتكتفه علشان علي يخلص عليه. وبعدها بيسحبوا على الأوضة، وأما دخلوا الأوضة بتشوفهم لميس اللي عندها 6 سنين، وطبعا بتتخض وبتعيط. فبتجري عليها أسماء وبتكتم نفسها لحد ما بتموتها في إيديها. وبعدها سرقوا كل الذهب بتاع والدة أسماء وفضلوا مستنيينها عشان لما ترجع يخلصوا عليها هي كمان. ولكن هنا حصلت مشكلتين. أولاً إن والدة أسماء اتأخرت جداً، ثانياً كانوا خايفين إن حد من الجيران يكون سمع الدوشة اللي حصلت. وهنا علي أخد أسماء وقرروا يهربوا على مكان هو مجهزه لحد ما يعرف هيتصرف إزاي في الذهب. وبعد شوية بترجع أم أسماء من الشغل على البيت علشان تنهار من المنظر اللي هي شايفاه، جوزها وبنتها مقتولين بطريقة بشعة. ووسط صراخها بيتجمع الجيران وبيتصلوا بالشرطة وبيسألوا والدة أسماء لو في أي حاجة مفقودة في البيت. وهنا بتقول لهم إنها مش لاقية الذهب بتاعها، ده غير إن بنتها أسماء هي كمان مختفية. وبتقول لهم إنها شاكة في علي إنه قام بقتل بنتها الصغيرة وجوزها وخطف بنتها الكبيرة. وبتحكي لهم كل التفاصيل اللي حصلت قبل كده من علي. وبتكثيف جهود رجال الأمن بيقدروا فعلا يوصلوا للذهب المسروق واللي كان علي باعها في محل من محلات المجوهرات. وبالطريقة دي قدروا فعلا يحددوا مكان علي وأسماء. وبعد ما الشرطة قبضت على علي وأسماء والتحقيقات بدأت، أسماء وهي قاعدة قدام الضباط في التحقيقات كانت في الأول مصدومة وخايفة وبتحاول تتهرب من الكلام. ولما كانوا بيسألوها عن الجريمة كانت بتقول إن علي هو اللي ضغط عليها وإنها ما كانتش عارفة إن الأمور هتوصل للدرجة دي. ولكن مع ضغط رجال الشرطة عليها وتناقض كلامها بدأت الحكاية تتضح شوية بشوية. أما بقى علي فكان موقفه مختلف خالص، وقعد في التحقيقات بمنتهى البرود واعترف بكل حاجة، واعترف إنه خطط لكل حاجة خطوة خطوة من البداية، من أول ما اتعرف على أسماء لغاية ما أقنعها بالهروب وإنها تشاركه في الجريمة. وبيتم محاكمة علي وأسماء وبيتحكم بالإعدام شنقاً على علي لأنه كان المتهم الرئيسي وكل الأدلة ضده. أما أسماء فلصغر سنها بيتم إيداعها في الأحداث. ونهاية القصة كانت مؤلمة جداً على الزوجة اللي فقدت أسرتها بالكامل وبأبشع الصور. وفي النهاية بندعي ربنا يحفظ أبنائنا جميعاً من كل شر. وبكده خلصت حلقتنا. أتمنى لو عجبتكم تكتبوا لي في التعليقات، ولو ما عجبتكوش اكتبوا لي برضو. سلام.